مشيت على القضيب، وصلت لغاية فين؟ نزلت محطتك ولا لسه؟ معاكم كوتش علا سعيد، تنويم إيحائي وانتباه شعوري. صدقت حاجات كتير ما كانتش حقيقية. صدقت إنك لازم تعمل وتعمل ومفيش أصلا لازم في الحياة. صدقت تاريخ ورياضة ودين وكلها مزيفة، حتى العلوم. انت مين في دول؟ حقيقتك فين؟ ايه الصح وايه الغلط؟ طب يا سيدي، بلاش تحسبها بحسابات الناس الواعي، تعالى نحسبها وببساطة. لو هو ده اللي صح، ليه ما كانش صح من 100 سنة؟ ليه ما كانش نفس النظام ده ونفس القضبان ونفس القيود؟ ليه ما كانتش موجودة من 200-300 سنة؟ الناس دي كانت متفوقة وكان عندها علوم برضو. ليه ما مشيتش على نفس اللازم بتاعتك؟ ليه قالوا لك ان انت كده بني ادم ومن غيرها ما تبقاش بني ادم؟ ليه سبتهم يتلاعبوا بيك؟ وليه لسه لغاية دلوقتي انك مش جوه اللعبة، وانك انت نفسك لعبة في ايد الكل؟ تعال ألعبك انا كمان لعبة، يمكن تنبهك لحاجة، او يمكن تفوقك وتعرفك ازاي تلعب اللعبة صح. غمض عينيك معايا وخد نفس عميق. طلع الشهيق من بقك وطلع معاه كل الغضب والثورة اللي جواك، كل ألم وكل حزن. نظم نفسك، انده على نفسك وانت بتحرك شفايفك بس من غير صوت، زي ما انت مغمض عينيك ونفسك منتظم، وانده على نفسك 9 مرات بحركة الشفايف من غير ما تطلع صوت. اوصف الصورة اللي قدامك وبرضه من غير صوت. هو مين اللي رد عليك؟ مين اللي انت شايفه؟ اسأل أي سؤال يخطر في بالك للشخصية اللي انت شايفها دي. أخدت الجواب؟ طب هو انت مين فيهم؟ انت اللي بتنده ولا انت اللي رديت اللي انت شايفه وانت مغمض؟ فتح عينيك، اقعد مع نفسك تاني وتالت ورابع وعاشر، انده لها واسألها، هتديلك كل الإجابات. الحقيقة إن مش انت الكدبة اللي بره، الحقيقة إن انت مليون حاجة وحاجة بس جواك مش براك. كفاية كذب، كفاية أوهام، كفاية تزييف. انت كتير قوي وكبير قوي، انت أحلى حاجة ولا حاجة، انت كل شيء ولا شيء. المهم تعرف قيمة نفسك، المهم تعرف ان انت من غير اللي هم قالوهولك. قدر النعم اللي في حياتك اللي محدش شاورلك عليها وقالولك اعتبرها دي حاجة عادية، بس هي ما كانتش عادية. فات من عمرك كتير، بس النهاردة انوي انك تتولد من جديد وتعيش الحياة بمتعتها الحقيقية. استمتع بكل لحظة، بكل فعل، بكل نفس. النفس ان احنا بنتنفسه ده والمفروض ان هو عادي، هو مش عادي. في غيرك ما بيتنفس، وفي غيرك على جهاز صناعي،
وفي غيرك عايش ببخاخ. حركة أعضاء جسمك مش عادية ومش الطبيعي، ده معناه إن عندك حد تاني جوه بيديها أوامر وبتستجيب ليه، ودي نعمة لازم تشوفها بعين تانية وتستمتع بيها. دماغك اللي بتشتغل وبتفكر، اختلافك، عينيك اللي بتشوف الألوان واختلافها، كل ذرة فيك نعمة لو قعدنا نعدها والله ما هنكملها ولا نوفيها حقها. ما تصدقش غير ان انت حقيقة، وكل حاجة قالولك ان انت حواليك هي كدبة. انت كتير وكبير زي ما ربنا خلقك لمجرد انك بني آدم، مش محتاج اي تعريف ولا اي مسمى ولا اي شيء يتضاف عليك عشان تكون قيمة. التمرين اللي عملناه من شوية اعملوه كتير وتحاوروا معاها كتير وهتلاقوا إجابات كتير. سجلوها وابقوا احكولي عليها. ما تنسوش اللايك والمتابعة والاكسبلور.